ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم طريقه الكبده. ناس كتير سالوني على موضوع الكبده وغسيل الكبده وتتغسل ازاي. الكبده يا جماعه ما تجيش ناحيتها ميه. احنا بنغسل الكبده، هوريكم. هنجيب مصفى وطبق تحتيها اهوت، وهنحط الكبده كده بالشكل ده. محدش يقول لي هنحطها تحت الميه، لا لا، مش هنحطها تحت الميه يا جماعه. امال هنعمل ايه؟ هنروح حاطين شوية خل عليها، معلقتين خل كده عليها. خلاص، هي بقى الخل ده هيخليها تنزل كل الدم اللي فيها، فمش هيبقى فيها زفارة ومش هيبقى فيها اي حاجة. بصوا اهو، ادي الخل. هنحط شوية دول كده كده اهوت. خلاص، وما تقلقيش، الدم اللي فيها ده كله اهو. بصوا الدم اتجمع كله ونزل منها ازاي اهو اهو. بص استني، هشيل اهوت السبت وتشوفوه. خلاص، انا هنا بقى ايه، قطعت لها البصل وقطعت لها فلفل وقطعت توم، وحطيت عليها رشة ملح ورشة رشة ملح ورشة فلفل. وهنا بقى ايه، بحمرها اهو. تحطي شوية زيت كده وتنزليها كده تاخد الصدمة. الزيت لما يسخن تنزليها كده، ما تقلبيهاش اول ما تحطيها، لا، تحطيها كده تفرديها في الصينية او في الطاسة. ايوه، بس تفرديها كده وتسيبيها دقيقتين، وبعدين تقلبي حاجة بسيطة. اول ما تلاقيها بدأت تاخد لون تبتدي تقلبيها. يا سلام بقى على الكبدة دي، جميلة وصحية وبتعالج الانيميا. فوائدها كتير بصراحة. اهي نزلت الصوص بتاعها. انتي ما بتحطلهاش اي حاجة، انتي بتسيبيها كده تاخد وتدي مع نفسها بشكل ودي. ها، وبألف هنا بعد كده. تعالوا بقى نعمل شوية طحينة. الكبدة بتحب الطحينة، بتحب الليمون. انتي بعد ما الكبدة بتخلص خالص تعصري عليها ليمون بقى. ايوه، حطينا شوية طحينة اهي، كنت لسه شارية الكيس ده. طيب هنعمل ايه في الطحينة؟ هنحط عليها اهوت ملح، بعدين هنحط رشة كمون، وبعدين حطينا شوية فلفل اسود. هي الطحينة بتبقى حلوة مع الفلفل الاسود. بعدين حطيت رشة كزبرة ناعمة. ايوه اهيت. وبعدين ايه، هتبتدي بقى تعجنيها بشوية مية، ويا ريت المية تبقى دافية. هنا عصرت ليمون كده، ويبقى الكاتل فيه شوية مية دافيين، مش بتغلي، تبقى دافية بس. وتصبي شوية بشوية كده وتعجني، هتبقى احلى من وانضف كمان من بتاعة المحلات. هنا الليمونة بتتخانق معايا، مش عايزة تتعصر. ادي بس على مين عصرتها اهو. نجيب بقى شوكة ونبتدي بقى ايه، ننزل بشوية بشوية كده بمقدار مية. هي ملهاش مقدار معين، انتي هتنزلي شوية بشوية بشوية لحد ما تلاقيها ايه، بتشكل معاكي كده وشكلها حلو. اه، شوية وتقلبي تقلبي تقلبي. حاولي كده ايه، خليكي جدعة كده، يستقوي عليها. ايوه، زودنا شوية مية. بصي الكوباية اللي في ايديا اصلا كوباية قهوة صغيرة يعني. بس اخدتها كده.
اهي هي كده بقى، مش محتاجة ان انتي ايه تحطي اي مية تاني، خلاص هي كده. وما تقلقيش، هي اصلا كل ما بتقعد بتتقل، فهي كده تمام قوي. مش محتاجة ان احنا نزودها اي حاجة تاني. هنحط بقى شوية خل وشوية زيت. ادي شوية الخل وادي شوية الزيت، ونحطها على طول بقى ايه في التلاجة تبرد لحد لما نكمل بقية وصفتنا وطبختنا. عندنا عزومة حلوة، فقلنا نعمل شوية كبدة وطحينة، وهنعمل شوية حواوشي كمان. ايه رأيكم؟ مين بيحب الحواوشي؟ اكتبولي، اللي بيحب الحواوشي يقولي. نعم، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهتعمليه احلى من المحلات كمان، وهتخلي كل اللي حواليك يقولولك ايه، برافو عليكي، انتي ست بيت هايلة. اهو بصوا بقى الطبق ده اللي انا بشاور عليه ده، انا فرمت 5 بصلات، و يعني 2 فلفل اخضر حامي، وده كيلو لحمة مفرومة. هنحط الاتنين على بعض ونعجنهم مع بعض. والعيش، بصي العيش عايزاه يبقى طري كده، يبقى جاي لسه طازة من الفرن، ماشي، ما يبقاش ناشف عشان يساعدك ويبقى فاتح. ماشي، هنحطهم وعجناهم مع بعض. وبقت عندي ايه الكفتة بتاعت الحواوشي. حطيت ايه توابل، حطيت ملح وحطيت فلفل ورشة جنزبيل. ما بحطش يعني ما بحطش توابل كتير. انت عايزة تجيبي توابل الحواوشي هاتيها، بس يعني بصراحة ما بتبقاش حلوة قوي. يعني انا بعتمد بس على الملح والفلفل وخلاص عشان تبقى بسيطة. وانا كده كمان حاطة الفلفل الحامي ده وخلاص. انت بتفتحي الرغيف كده من الجنب وتبدأي ترصي فيه، تبططي اللحمة، تعمليها رق بسيط كده يعني يبقى رفيع عشان تستوي، لان الحواوشي يا دوب بيقعد ساعة في الفرن، فعشان تضمني ان اللحمة بتاعتك استوت تبططي عليه كده وتسويه وتخلي الجناب كلها متساوية مع بعض. خلصتي العيش، يلا دهنا بقى بشوية زيت كده. نعمل واحد كمان عشان تشوفوا برضو الطريقة تاني. هنفتحه كده من الجنب، العيش بقى كل ما كان طازة معاكي طبعا يطلع الحاجة حلوة. ويا سلام لو تجيبيه من الفرن تقولي له عايزاه يبقى نص سوا. او اهم حاجة ان الرغيف اللي هتعمليه يكون فاتح. خلاص حطينا ايه ملح وفلفل تاني، وحطينا 2 فلفل حامي كده فرمناهم مع البصلة. والبصل كان كام بصلاية، كان حوالي 4 أو 5 بصلات كده صغيرين. هو السندوتش ده لما بيبقى فيه البصل كتير كمان بيبقى حلو. اهو فردناه، وصلنا لحد الطرف عشان كله يبقى طري وكله فيه لحمة، ما يبقاش حد عندك كده قاعد بياكل ومش عارف هي اللحمة راحت فين. يلا اهو نطبطب عليه كده بشوية زيت، نبل ايدينا زيت ونطبطب عليه كده ونحطه. خلص بقى الكمية ونرجع تاني. يلا عمل معانا ايه، عمل معانا 2 3 4 5 6 7 8 9. وادي السندوتش العاشر، عملت 10 سندوتشات. الشوية الباقيين اللي بوريهم لكم دول عملوا ايه رغيف عاشر. هنرصهم هنا اهو، رصيت ال10 اهو على الشبكة، ومن تحت حطيت الدرج بتاع الفرن اهو. وبألف هنا وبألف شفا. استنوني الفيديو الجاي، متنسوش اللايك ومتنسوش الشير.